السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة الكرشة. طبعا بصوا انا منضفاها طبعا زي ما انتم شايفين، مخليها قشطة، وبعد كده طبعا غسلتها، وبعد كده دلوقتي نقعتها بليمون وبملح في مية. بس دلوقتي بقى هشطفها كويس، وبعد كده اقطعها قطع حسب ما انتوا عايزين، وسط او صغيرة. وده حوالي كيلو كرشة. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين انا قطعتها بالحجم ده، زي ما انتم شايفين تقطعوها زي ما انتم عايزين. طبعا انا شطفتها خلاص. كمان دلوقتي عايزين ورق راولة، وكمان حبهان زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنحط طبعا ميه مغليه، ونحط فيها الحبهان ورق الراولة، ونسقط فيها او نحط فيها الكرشه. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا خلاص حطينا في الحله الكرشه، وحطينا معاها ورق راولة وربع معلقه صغيره فلفل، وكمان الحبهان. نسيبها بقى حوالي ساعة الا ربع لساعة كده. الكرشة تمام استوت بعد ساعة و10 دقايق كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي كده خلاص. دلوقتي بقى هنقطع بصل صغير، وطبعا هنحطها في مصفى تصفي كل الشوربة بتاعتها دي، بعد طبعا ما نحط لها الملح اللي احنا عايزينه، الملح حسب الرغبة. طبعا ده حمص طبيخ زي ما احنا شايفين. طبعا انا نقعته من 3-4 ساعات، وبعد كده طبعا اديته غلوة كده على النار حوالي 10 دقايق، وبعد كده طبعا صفيته، وزي ما انتم شايفين ده شكله. بس هنحطه على جنب دلوقتي طبعا لما نعمل الصلصة بتاعت الكرشة، وبعد كده طبعا نحط عليها طبعا الحمص. دي طبعا بصلاية كبيرة قطعتها، او بصلتين وسط. طبعا انتوا عارفين الكرشة بتحب البصل. دلوقتي بقى هنحطها على النار كده تدبل شوية، وبعد كده بقى نحط عليها عصير الطماطم. انا كده جبت حله زي ما احنا شايفين، وحطيت فيها 5-6 معالق كبار زيت ذره. اللي عايز يبدل الزيت الذره بسمنه عادي، بس طبعا زيت الذره بيبقى صحي وجميل جدا. وطبعا نزلت بالبصل هندبله شويه كده، وبعد كده ننزل بكيلو طماطم اكون عاملاه في الخلاط. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص البصل خلاص كده ادى اللون كده جميل كده. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم حوالي كيلو طماطم عليه كده. زي ما قلت لكم نزلنا بالطماطم حوالي كيلو كده، طبعا معصوره في الخلاط. دلوقتي بقى هننزل بالتوابل اللي اقول لكم عليها. طبعا دي التوابل اللي محتاجينها: بابريكا، وكمان طبعا فلفل اسمر معلقه صغيره، وملح حسب الرغبه، وكمون، ودي ربع معلقه او نص معلقه قرفه للي حابب يحطها يعني، بس هي بتفرق في الطعم، بتخلي طعم تحفه. وكمان دي كزبره برضو معلقه صغيره، وكمان ده حبهان مطحون حوالي نص معلقه صغيره، وبشرة